مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم. مباراة تبدأ بالهتافات والتشجيعات على ادائهم وخروجهم ربما او دموع الارجنتينيين وعلى ديغو مارادونا لو خسر اليوم منتخب الارجنتين. بدأنا المباريات الاقصائية، ديدي رفقة ايتيبو وجون بي ميكيل ورفقة ووسط وثنائي الخط الامامي إينياتشو وكذلك احمد موسى الذي كان دائما يسجل عندما صرخوا يفضل الكرة البعيدة. وين يا اوتاماندي وين؟ حتى الارجنتين في المباراتين الماضيتين ليس هو الارجنتين بتلك الهويه، وبذلك مع جو بي ميكيل يوصل عليه بانيجا، انطلق على جنس كره خطيره، بابا بابا بابا، لقطه بلقطه، كره بكره، فرصه بفرصه، والتوغل من تاغليافيكو مدافع نادي اجاكس. توغل بانيجا حطها له على طبق، راوغ وسدد كره عاليه بعيده على مرمى فرانسيس اوزو. محاوله التوغل والتسديده بعيده من احمد موسى، مرت سلامات على فرانكو ارماني. يا فرانكو يا ارماني، لم يقحموك في اي مباراة الا في هذه. ضيعتها يا غفير وتنقص إينياتشو 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 إينياتشو. احمد وموسى لما حدث له ما حدث لك يا إينياتشو. بابا 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 جول. لا 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 جول. ميسي 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 جول. انت المنقذ يا ليو للارجنتين، ليس سواك منقذ لمنتخب الارجنتين. الارجنتين من دونك ولا شيء. ديغو ارماندو مارادونا يفرح لميسي، نعم استلمها بصدره وحطها ودخل. الارجنتين تفتح مجال التسجيل عن طريق ليو، يفعلها الارجنتين ويفعلها ليو. ميسي يسجل هدفه ال65، ميسي يسجل هدف في نهايات كاس العالم ودخل، سددها باليمنى ودخلت جول. الارجنتين متفوقة على بابا بابا بابا، خطيرة. ليو هداف وليو ممرر، ولا من تمريرة يا ليو في منتهى الروعة في اتجاه هيغوايين الذي يصطدم بالحارس فرانسيس اوزو. بابا 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 بابا، البطاقة الحمراء لا صفراء، البطاقة الصفراء في هذا المونديال لليون بالاغون. كنت اعتقد بان تشاكر اراد ان يحتسبه اخر مدافع مع اخر مهاجم، ولكن كان مدافع من هنالك. ففي تقدير حكم المباراة اعتبر بان الخطأ غير متعمد شوية، واعتبر كذلك بانه خلفه بانيجا. ليو او بانيجا، الحكم يأمر بانيجا او ليو. ليو يستعيد، ليو يتقدم، ليو يسجل. بابا 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 القائم ليو كاد يسجل الثاني، القائم الايسر ليوزو ينقذ نيجيريا من كرة جول. عشاق الارجنتين لا يغرنكم هذا السيناريو، عشاق الارجنتين بعيدة بعيدة لاحمد موسى وخروج ارماني. كان ذكي ارماني، تبع اللقطه كما ينبغي. عارف تشاكر يعلن نهايه هذا الشوط الاول في بيترسبورغ ستاديوم. ضغط رهيب، الارجنتين متقدمه بفضل ميسي. الارجنتين كانت افضل، نتمنى مستوى افضل في الشوط الثاني. بسم الله مجددا كما كان متوقع. الكره مرفوعه بالقائم الاول والدفاعي، ضربه جزاء. حكم المباراه يعلنها ضربه جزاء للارجنتين. هاو الكره وهاي الرميه وهاي الضربه التي تقلب الموازين. يقول لهم الحكم تشاكر اوكي احتجيتوا، خلوني نسأل مجددا من ضربة جزاء، ضربة الجزاء 21. بابا بابا جول بالبراعة والروعة والدقة اللازمتين. فيكتور موزيس فعلها وعدل النتيجة. الارجنتين الارجنتينيين يا موريا. بابا 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 بابا، الحكم يقول لك هذا ليس هناك اي شيء. حكم تاياي قال وراجع يا بانيجا. موسى دخل، احمد موسى ما زال، احمد بابا 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 بابا، احمد مررها لموسى، موسى كاد يمررها مجددا وياتي الجول. لم تكن فيها ما يلزم هذه التوزيعة من بافون. خطيرة، بابا بابا بابا، التسديدة، بابا 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 بابا، ويلفريد نديدي كاد يسجل جول ثاني للديدي. يفعل ما يريد كيفما. بابا بابا جول، الكرة خطيرة، بابا بابا
متى تسجل يا هيغوين؟ إن لم تسجل الآن وفي المونديال وفي هذا الوضع متى تسجل يا هيغوين؟ ضاعت يا إيغالو، ماذا ضيعت؟ كرة التأهل الآن كانت بين رجليك يا إيغالو، ولكن فرانكو يا إيتيبو لو تفعلها، يا إيتيبو لو تفعلها، إيتيبو يستعد، إيتيبو جول، رائعة دخلت ولكن في الشباك الصغيرة يا إيتيبو. ميركادو الأرجنتين من تحت الأنقاض تصحو وتسجل جول. الأرجنتين من تحت الأنقاض تعود وتسجل جول. الأرجنتين ب7 أنفاس. ميتزا وليس ميسي الأخيرة، ويبعث المونديال مجددا. نعم يبعث المونديال مجددا. جيريا تخرج لأنها لم تلعب بالشكل المنتظر. الكل يطلب حكم المباراة أن ينهيها. السلام عليكم اخواني ومرحبا بكم في قناتكم قناة الأطلس لاخبار المشاهير ولاخبار كرة القدم. هذه الايام ان شاء الله ساخصص القناة الخاصة بي لاخبار كرة القدم العالمية المنظمة في قطر. ان شاء الله ساتي لكم باخبار المنتخبات العربية المشاركة بكل ما يخص كرة القدم العربية ان شاء الله وبالجديد. فما عليكم الا ان تدعموني بالاشتراك ومشاركة فيديوهاتي ليصل الفيديوهات إلى آخر المشاهدين إن شاء الله. فما عليكم إلا البحث عن قناتي قناة الأطلس وثم الاشتراك إن شاء الله. سأتواجد معكم دائما إن شاء الله في هذه الأيام، وأراكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله.